اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء، ودي قناتي كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورتيه مقاس 40 في 40. انا الصاج ده المفروض ان انا كنت جايباه على انه 40 في 60، فطلع مقاسه مختلف خالص. فالمهم انا اقول لكم ايه انا عملت ايه عشان اخد المقاس ويظبط معايا. انا خبزت الاسبونج ده مرتين، مره فانيليا ومره شوكولاته. الصاج ده بياخد معايا 6 بيضات، وبياخد 400 جرام من الدقيق، وبياخد 200 جرام من السكر، وبياخد معلقتين من المحسن. كل معلقه مع وزنها 35 جرام. وطبعا اهم حاجه يكون حجم البيض كبير. انا طبعا بخبز، انا خبزت قبل كده الصاج ده معاكم في فيديو، ووريتكم انا بعمله ازاي، وبقسم المقدار ده على مرتين: 3 بيضات، و200 جرام دقيق، و100 جرام سكر، ونص كوبايه من الميه، ومعلقه المحسن، ومعلقه البيكنج باودر، ورشه الفانيليا. بضربهم وبعد كده برجع اضرب كميه كمان ان كان للفانيليا او للشوكولاته. يعني انا عملت صاجين، كل صاج طلعوا لي يعتبر طبقتين وشويه. كملت بقى بصاج من الصغير اللي هو ب2 بيضه، الاسبونش اللي هو 2 بيضه، في صاج 27 في 37. كملت بيه بقيه الاسبونشات. يعني انا كده بالنسبه لي كده طبقتين، وده كده طبقتين. فكملت بقى الكلام ده بايه. فانا كملت المقاس بصاج كمان. بصوا حتى في الطول برضو مش جاي مظبوط، يعني الطول عندي برضو كان 38 مش 40. لكن انت لو عندك الصاج بتاعك 40 في 60، هيطلع لك الثلاث شرايح بتوع الفانيليا. يعني ال60 هتقسمهم على 3، كل شريحة 20 في 40. والصاج الفانيليا هتعملي فيه كده، فهيطلع لك الثلاثه مظبوطين، مش محتاجه ان انت تكملي. لكن انا طبعا الصاج بتاعي طلع اهبل، فاضطريت ان انا اكمل بسبونش تاني. تمام. عملت كده اول طبقه من الفانيليا. حتى انتوا هتاخدوا بالكم ان الطول برضو انا مزوده 2 سم كده بالكيك عشان يطلع المقاس مظبوط. البورد دي مقاس 40 في 40 مرتفع. عملت كده اول طبقه. طبعا الكريمه اللي انا اشتغلت بيها هاي كواليتي، وضربت اول 125 جرام. انا ضربت 125 جرام 3 مرات. تمام. دي كده تاني طبقه. بصوا يعني الاسبونج ما شاء الله طالع هش وجميل، مش محتاج اي تسقيه ولا اي حاجه. بصوا اي مكان بلاقيه فاضي كنت بكمله كده بالكيك. وحطيت الطبقه التانية من الكيك. وشايفين الطبقات ما شاء الله الله اكبر مرتفعه جدا. يعني التورتايه ما فيهاش ولا غلطه، الاسبونج هش والطبقات مرتفعه. هو بس المقاس اللي يعني تعبني شويه، بس يعني مش مشكله. ان شاء الله ربنا يصلح الحال. واحاول اجيب بقى صاج يكون 40 في 60، يكون المقاس مظبوط عشان يريحني بقى في التورت الكبيره، ان كان الصاج الكامل او التورتايه ال 40. 40 في 40 دي بتحتاج 2 صاج من 40 في 60 يطلع لك الطبقات مظبوطه. زي ما بقولك هتقسمي كل طبقة على 3. ال60 تقسميها على 3. بصوا اخر طبقة بقى، ده الصاج بقى اللي انا ابتديت اخد منه. ده كان صاج 27 في 37، وابتديت اقسمه كده واظبط الطبقة اللي كانت ناقصة. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده. بحاول بقى، طبعا هو كان هش قوي، فانا لو شلته مرة واحدة هيتكسر، فانا قلت ايه اخلينا انا اللي اقسمه احسن ويطلع معايا مظبوط. حطيت الطبقة الاخيرة اهو. والناحية التانية في الشوكولاتة هعمل نفس اللي انا عملته. طبعا بواقي الكيك دي كلها اللي فاضت بقى من الصاج اللي هو الاولاني والصاج ده، قفلت بيها عرض اللي هو تورته مقاس 20. ومعاها اللي هو الرول الجاتو اللي هو السيريس رول او المربع. يعني اي عرض من دول هينفع معاكي. تقدري لو انت خبزتي زي كده وعندك الصاج برضو ما كفاش، تقدري تعملي زي ما انا عملت كده. انا خبزت بزياده وقلت ايه علشان الزياده دي انا هعرف استغلها. يعني بص خدت المقاس كده زي ما انتم شايفين، لان اللي كان فايض من الصاج الشوكولاته ما كانش هيكفي طبقه ثالثه. تمام. فانا بصوا اهو. طبعا فاض مني سبونشات زي ما انتم شايفين، بس انا السبونشات دي قفلتها يعني ما سبتهاش. هبتدي اقفل بقى بقيه التورتايه. كانت التورتايه مطلوبه مني تبقى نص ونص. قسمت الكريمه كده. انا كنت خلصت اول 125 جرام من الكريمه، وضربت ال 125 التانيين. تمام. هوريكم بقى هتقعد يعني هتكفي معايا لحد فين. يعني انا عملت 125 3 مرات. يعني كده التورتايه خدت معايا 375 جرام من الكريمه. ضربت كده الكريمه زي ما انتم شايفين، وهبتدي اوسع بقى لنفسي كده، وهبتدي اشتغل على الجزء الابيض الاول، وبعد كده هتحط كريمه الشوكولاته الناحيه التانية. وانت بتشتغلي حسيتي ان الكريمه فيها فراغات، ما تكمليش. لمي الكريمه بتاعتك واضربيها تاني.
اديها ضربه تاني في العجان او بالسباتولا كده وانت واقفه في حله العجان. اهم حاجه ما تشتغليش بيها وهي فيها فراغات وانت لسه بتجلسي، يعني هتضايقك وهتتعبك. اهم حاجه وانت بتشتغلي تكون الكريمه لسه مضروبه حالا. يعني انا ما اشيل ايدي من الكريمه اشتغل على طول، مش اضرب الكريمه واركنها جنبي واظبط حاجات بيبتدي يدخل فيها هواء وبتعمل فراغات وتضايقني. لازم الكريمه تبقى ناعمه كده معايا علشان تبقى سهله في التجليس. عشان الناس اللي كانت بتقول احنا الكريمه بتضايقنا في التجليس وبتعمل فراغات، ده بيبقى انت ضاربه الكريمه وركنتها جنبك شويه لاي سبب من الاسباب، مجرد ما الهواء بيبدأ يدخل فيها هتضايقك وتعمل فراغات. انا وانا بشتغل حسيت ان الكريمه، وبالذات الكلام ده طبعا في الصيف بيقابلنا في الصيف كتير قوي عن الشتاء، انت حسيتي ان الكريمه ضايقتك وهتبتدي تعمل فراغات، يا اما احطها في التلاجة تستريح شويه وارجع اضربها تاني، يا اما المها كده واضربها في ساعتها. طبعا يعني الكريمه بتختلف كتير جدا الصيف عن الشتاء. كريمه الصيف بتبقى بتضايق الناس وبتبقى مقرفه جدا في التجليس وتسيح وتعمل، وبالذات لو درجه حراره عاليه او انت شغاله في مكان حر شويه الموضوع يعني بيضايق. انا كده غلفت التورتيه كلها بالكريمه وهبتدي اجلس. هبتدي اسحب كده من بره ولجوه علشان اشيل اي كريمه زياده. وعايزه اقول لكم ان تجليس التورت الكبيره اسهل من تجليس التورت الصغيره، عشان الناس اللي بتبقى مستصعبه الامور وتقول لك انا هقدر اتحكم فيها ازاي. لا بالعكس، التورته الكبيره بتبقى التحكم فيها اسهل من التورت الصغيره. جبت كده كريمه، طبعا دخلتها التلاجة استريحت شويه، وبعد كده آه يعني ضربت الكريمه اللي فاضت وابتديت اعمل بيها زي ما انتم شايفين فواصل كده، لان كانت مطلوبه مني فور سيزون. فعملت كده روزيتات حوالي، يعني قسمت التورتيه على 4، وهبتدي اجيب جناش وابتدي اعمل دربات من الجنب ده، وهقفل بقى تاني التورتايه من بره كريمه. تمام اهو. اعمل برضو روزيتات. الروزيتات بقمع البيتي فور الكبير، انا ما رضيتش اعمل بالصغنن عشان كنت حاسه ان الروزيتا هتبقى صغيره قوي بالنسبه لحجم التورته مش هتبقى باينه. فجبت اللي هو القمع الاكبر شويه من الوسط، كان تقريبا مكتوب عليه 7. 7 هتبقى عندك 7 و8 الاتنين تقدري تشتغلي بيهم اهو. زي ما انتم شايفين كده ظبطت كده الجناش بتاعي، وهبتدي اقفل الناحيه التانية. يعني كل جنب هعمله دربات وارجع اقفله آه، كريمه اهو. بصوا ده كان جناش ابيض، بس طبعا الجناش الابيض كنت لسه عاملاه، كان تحسوا ان هو لسه ما جمدش شويه، يعني تحسوا ان هو بصوا سايل كده، ما كانش عاجبني. بس انا كنت مستعجله بصراحه على التورتايه، خدت مني وقت وانا كنت عامله حسابي ان الصاجين في البدايه هيكفوا معايا. يعني خلاص انا عامله حسابي ان انا خابزه صاجين بقى كبار، فهعملهم بقى هقسم كل واحده على 3، فهيظبط معايا. لقيته السبونشات عجزت في المقاسات، فابتديت اخبز سبونشات تانية، فكل ده كان من الوقت، فاهمني. عملت كده جناش ابيض وجناش شوكولاته، وبعد كده خدت بقى من الابيض ده معلقه صغيره من الجناش الغامق، لان ما كانش عندي حاجه تانية احطها. يعني اللي هو اللون اللي عامل زي البيج ده ما كانش ولا نوتيلا ولا اي حاجه، حتى هتلاقوا اللون غريب شويه. ده معلقه من الجناش الاسود، معلقه صغيره من الجناش الاسود على شويه من الجناش الابيض، فاداني الدرجه اللي هي البني الفاتح ده. تمام. وطعمه ده طبعا بيبقى جميل جدا. قطعت كده المانجا، الفاكهه بتاعتي قطعت المانجا وقطعت الفراوله. طبعا رصيت المانجا الاول زي ما انتم شايفين، وبعد كده رجعت رصيت الفراوله. وعايزه اقول لكم ان الصوره دي كانت مبعوتالي، صوره التورتيه كانت مبعوتالي بنفس الشكل بنفس التقسيمه بنفس كل حاجه. تمام. الاختلاف بقى ان مثلا شكل الشوكولاتات مختلف، شكل البسكوتات مختلف، لكن هي نفس الرصه نفس كل حاجه. حتى في الفاكهه انا حاولت امشي بنفس اللي كان مبعوت لي، يعني المانجا الاول، الفراوله بعدها الكيوي كده، فاهميني. طبعا ايدي غير ايد يعني ايدي غير يعني في التقطيع الفاكهه، فطبعا هيبقى في اختلاف اكيد. انا حتى اللي بيبعت لي صوره بتاع التورتايه ويقول لي اعملي زيها، بقول له هعمل لك اقرب حاجه، من حتى لو انا متاكده ان انا هعرف اطلعها، حتى لو انا متاكده ان انا هعرف اطلع نفس الشكل، اختلاف ايدي عن ايدك ده. انا لو هعمل تورتايه، يعني انا لما باجي اعمل تورتايه وارجع انفذها تاني ما بتطلعش بنفس اللي انا عملتها قبل كده. ممكن شكل الروزيتا تختلف، شكل الوردة تختلف، تقطيع الفاكهة تختلف، كل ده حاجات بتختلف معانا، فأكيد مش هيديكي نفس الشكل بالظبط. قطعت التفاحية كده زي ما انتوا شايفين، وابتديت اعملها زي شكل مروحة، بحاول اظبطها. طبعا التفاح اول ما بشيل ايدي كده من التقطيع ببتدي احط جيلو على طول، جيلو تلميع ان كان على البارد او سخن. الفرق ان هو المفروض ان الفاكهة بتحط لها الجيلو على السخن وبيمسك فيها وما بيسيلش خالص، استحالة.
لكن انت لو ما عندكيش اشتغلي على البارد. انا كده كده بشتغل اصلا الجيلو التلميع كله على البارد، لان انا بحتاجه في حاجات تانية، فما بجيبش نوعين من الجيلو، انا بجيب الجيلو اللي على البارد وبشتغل بيه الكل. لكن هو الفرق ان الجيلو اللي على البارد ينفع يشتغل في الجاتوهات، تلمعي بيها الوش بتاع الجاتوه كده من فوق لو انت مش حاطه له اي جناش. تقدري تشتغلي بيه على الترط، تقدري تشتغلي بيه حاجه غير الفاكهه. لكن على السخن لازم فاكهه بس، تلميع فاكهه بس. اهو بص، اي فاكهه بشيل ايدي منها بروح ملمعه على طول بيها بجيلو، عشان يحافظ على الفاكهه ما تاكسدش ولونها يغير، وكمان يديها لمعه. اهو اي فاكهه بقى يعني زياده ببتدي احطها. البسكوتات بقى كان المفروض ان الجنب ده المفروض ان هو كان محطوط له بسكوت لوتس، وكمان ال- اللوتس برضو اللي هو السبريت لوتس، بس انا ما كانش عندي بصراحه، فانا قلت لهم ان انا مش عندي. قالوا لي خلاص شوفي ايه المتاح. وكنت عامله بار كده من الشوكولاته وكبير وصغير، والمفروض ان هنا كان هيتكتب الاسم بتاع صاحبه التورتايه ميس امل. كانوا يعني مجموعه كده عاملينها لها هديه في المدرسه، في مدرسه. حد كان بيتعامل معايا وقال لي احنا عايزين نعمل تورتايه هديه للميس بتاعتنا، او المديره بتاعتهم في المدرسه. فبعت لي الشكل وانا نفذتها له زي ما انتم شايفين كده، وابتديت اوزع كريسبي بني وابيض صغير وكبير كده على باقي التورتايه. والله بجد بدون مبالغه التورتايه عجبتهم كلهم، يعني المجموعه اللي خدت مني اللي هم كانوا في اليوم ده طالبين التورتايه دي وطالبين مني دستة الجاتوه، فانا قفلت لهم التورتايه وقفلت لهم دستة الجاتوه. والمفروض ان هم كانوا عاملين الاحتفال ده الساعه 12 الظهر، فانا المفروض ان انا كنت عاملاها قبلها بيوم، والتجليس والتقفيل وكل حاجه كان الصبح، تاني يوم الصبح. تمام. بصوا زي ما انتم شايفين كده، قفلت كده وزعت كده كل الكريسبيات ابيض وبني ودي كانت التورتيه بتاعتي. اللي كانوا بيسالوني على القواعد والعلب بتبقى مقاساتها ايه، لو انا هعمل تورتايه على بورد مرتفع لازم تبقى نفس مقاس الكيك بالظبط، لكن لو انا هعمل على بورد فلات لازم بزود حوالي 5 سنتي عشان اقدر امسك التورتايه. ده بالعلبه برضو، العلبه بتزيد عن مقاس البورد 5 سنتي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. انا طلعت التورتايه دي على 1000 جنيه، هي المفروض بتطلع ب1200، بس زي ما بقول لكم ان هي الناس اللي اتفقت معايا على السعر ده وخدت حاجات تانية، فانا يعني قلت دي تشيل دي. بس بالنسبه لك انتي كل واحد بيحدد السعر على حسب الخامات وعلى حسب الحاجات اللي بيشتغل بيها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. شكرا.